بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم طريقه جلاش كويسه تعجبكم ان شاء الله. هنا حطيت كوبايتين من السكر، اعمل لها شربات، عايزاه مش تقيل ومش خفيف، في المعقول يعني. كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه. تمام. معلش انا صوتي تعبني شويه، عندي شويه برد. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله يا جماعه. هنا عصرت على نص ليمونه، ماشي، واسيبها بقى مع نفسها كده. هنا هجيب لفه الجلاش، سيحت الاول شويه سمنه كده حلوين، ماشي. والمعايا عندي لفه جلاش كده كانت بقالها فتره في الفريزر، فايه طلعتها بقى وهقطعها معاكم، هتشوفوها دول ازاي دلوقتي. ماشي، قطعها حتت صغيره كده، ماشي اهي، اللي هي زي الشرايط كده. اللهم صل وسلم على سيدنا. خلاص، هفضل اقطع فيها كده وبعدين افرفرها. فرفرها يعني اشيلها من بعضها كده يعني، انا اعكشها يعني عن بعضها. خلاص اهو. اذكروا الله يا جماعه، اهي كده. طيب افكها يعني من بعضها كده، تمام. هحط بقى حبه سمنه في الصاج اللي انا هعمل فيه. لا هنا انا استنى بقى شويه عليا. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هعمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المفروض ان انا ايه، حطيت كوبايه ونص من اللبن. خلاص هوريكم دلوقتي. احطهم كده في حاجه يعني عندي واسعه، واحط عليها المتوفر عندك. عايزه تحطي نشا ماشي، عايزه تحطي كاستر ماشي، دي حاجه بتاعتك انتي برضو. خلاص انا حطيت زي 4 معالق كبار كده من النشا، اللي كان متوفر عندي نشا يعني. خلاص انا كنت بحط المعلقه الصغيره بس، زي 4 معالق او 3 معالق كده من الكبار، ماشي. واحط السكر برضو على حسب الرغبه بتاعتك، وهقلبهم في بعض. خلاص مش هحطهم على النار خالص. هوريكم دلوقتي هعمل بهم ايه. انا كنت بجهز كل حاجتي كده عشان تبقى حاجتي كلها مظبوطه معايا، ماشي. هقلبهم على بعض كده بالسكر بالنشا باللبن. خلاص واركنهم على جنب، ماشي. طيب انا هجيب بقى ايه بقيه الحاجه، انضف مكاني. هحط شويه سمنه كده ايه من اللي انا مسيحاها دي، احطها كده في قلب الصاج من تحت. خلاص وافرفر بقى ايه حبه جلاش. خلاص اهو، ماشي. هي مش طبقات ولا حاجه، هي هتعجبكم جدا ان شاء الله، هتجربوها هتعجبكم، ماشي. هي زي ما تكون محشيه زي المحشيه كاستر كده، او محشيه نشا. خلاص اللي هي الكريمه الكدابه يعني اللي بيقولوا عليها، بس ايه يعني مرشوش عليها من فوق، هتعجبكم جدا ان شاء الله. خلاص اهو. هسقي برضو، احط شويه سمنه. خلاص شويه السمنه عشان تخليها ايه ان هي ايه ناشفه وحلوه كده وبتلمع معاك. خلاص النشا بقى واللبن اللي انا دوبتهم في بعض دلوقتي، هسقي بيهم اللي انا عملته دلوقتي. شوفوا كده اهو. خلاص هدي لها الكميه المظبوطه بتاعتها، اللي انا ايه حاسه ان هي ايه يعني شربت منها واستمخت زي ما بيقولوا، تمام اهي. خلاص هجيب برضو الحبه التانيين. انا عملت كده ليه؟ عشان تحت يشرب وفوق يشرب برضو في نفس الوقت. خلاص اهو. هفرفرهم برضو في الوسط. برضو لو انت حابه تحطي جوز هند، حابه تحطي زيتوني، حابه تحطي مكسرات، مفيش مشكله برضو، لان هي كده كده بتمسك في بعضها يعني. خلاص اهو. انا مرضتش احشيها عشان انا عيالي مش بيحبوا الحشو قد كده، فايه مرضتش ان انا ايه اكتر فيها حاجات كتير يعني. احط حبه سمنه، اسقي كله بقى بالسمنه، اشرب كله بالسمنه كده، خليه يتغلب بمعنى اصح. خلاص انا بقلب كل شويه ليه؟ عشان النشا بيتكلكع طبعا، كلنا عارفين. خلاص اهو. هسقيها تاني، تمام. هي كده جاهزه. احطها بقى في الفرن. هنا عندي شويه النشا اللي هم فضلوا، هطيبهم على النار وهوريكم دلوقتي هعمل فيهم ايه. خلاص هنا مديها ايه اهو. عايزاها بس تاخد لون، هي كده يعتبر الجلاش طيب وكل حاجه فيه طيبه، عايزاها بس تاخد لون من تحت ومن فوق احنا طبعا عارفين الكاستر والنشا والحاجات دي ما بتاخدش سوا، في ثواني بتكون ايه طب. خلاص هي كده خلاص يعتبر جاهزه.
ماشي اهو. هنا طيبتهم اهم، حطيتهم جنبكم اهو، طيبتهم وحطيتهم على جنب. هنا بقى السيرم بتاعها كان طاب يعني اهو. حطي بقى السكر العسل اللي انت عايزاه براحتك خالص. اضغط عليها كده بسكينه او بشوكه او اي حاجه عشان كله يشرب من تحت. ماشي، ما تخافيش، هي مش لازقه ولا اي حاجه، جميله جدا. خلاص اهي. دي كانت سخنه لسه، جميله جدا وكان طعمها زي العسل. بألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي بقى انا هبص بعد ما دقت بقى، جميله 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 بجد. شويه النشا اللي فضلوا انا رشيتهم كده على الفوق، هتشوفوهم دلوقتي اهم. بصراحه كانوا تحفه. مدينا طراوه كده وجميله جدا. بألف هنا وشفا يا جماعه اهي. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بألف هنا وشفا.